بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة البنزين. نمنا صحينا لقينا البنزين زاد، السولار زاد، وطبعا السولار لما هيزيد اكتر كمان من زيادة البنزين، يعني المؤثرة على الانسان العادي او الانسان المصري العادي في كل حاجة هو السولار. يعني مش السولار بس اللي زاد. يعني انا عايزة لما دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعلن ان البنزين زاد والسولار زاد، لا، ده كل السلع الأساسية في زيادة، من أول الأكل والشرب، الطماطم، الخيار. السولار مؤثر على كل السلع اللي احنا الأساسية، زيت، سكر، رز، سمك، لحمة، فراخ، دواء، ملابس، كل حاجة في زيادة. مع كل الحكاية الزيادة 2 جنيه زيادة السولار، كل حاجة هتزيد بأضعاف. يعني مش بتزيد مثلا بحاجات معقولة، بزيادة معقولة، لا، ده الزيادة بتبقى مهولة في كل حاجة دون رقابة من أي حد. عايزين رقابة تتفعل على المحلات، احنا كده هيبقى مننا للتجار، وكل تاجر هيسعر بمزاجه. كل واحد هيحط، لحد مثلا بياع الليمون اللي بيبيع الليمون في الشارع هيقولك السولار زاد، لحد مثلا الخضار اللي احنا بنشتريه، لحد مثلا شوفي ابسط حاجه احنا بنشتريها، ربطه الخضره، الكزبره، البقدونس، الجرجير، كل ده هيزيد. هيسيبونا مننا للحراميه ويعلم زي ما هم عايزين. كل تاجر يسعر ويحط ويبقى هايبر كبير، ويقول لك هايبر وعاملين خصومات، ولا هو مفيش اي خصومات. كده المواطن الغلبان يعني هيزيد غلب، المواطن الفقير هيزيد فقر. كده حتى الطبقة الوسطى ما عادش موجودة. حتى يعني طب تمام، البنزين زاد امبارح، النهارده المواصلات كانت اغلى، كل عربية هتسعر بمزاجها. يعني اذا احنا اللي بندفع زيادة البنزين. طيب نزل بقى مراقبة على الأسواق، قول مثلا انت هتزود بنسبة كذا، برغم ان دكتور مصطفى مدبولي طلع واعلن ان في نزول في الاسعار، ان الاسعار هتنزل، وان المواطن هيحس بالتحسن الاقتصادي. كل اللي حسينا بيه هو زيادة السعر. الوقت انا بجيب دواء من الصيدلية بروح الاقيه زاد. هل في رقابة على الصيدلية تقول انت زودت السعر بنسبة كام والمفروض يزيد بنسبة كام؟ هل في رقابة بتطلع على الصيدليات؟ خصوصا ان الادوية حاجة مش سهلة عشان نزودها على الناس. يعني الادوية لازم بنحتاجها، لازم يعني لحد مريض، لانسان مريض، فلازم يكون في رقابة على الأدوية، لازم يكون في رقابة على مثلا محلات الأكل، على محلات اللحمة. الوقت الكيلو وصل ل 500 جنيه. مين بيقول للتاجر انت بتعمل ليه في الناس كده؟ فين الرقابة اللي بتدخل على الناس دي وتقول لهم لو سمحتوا الزيادة كذا؟ أو مين اللي بيحدد للتاجر الزيادة اللي يغليها على الناس؟ الزيادة في تعريفة طبعا التاكسيات حدث ولا حرج. يعني مثلا الانسان الواحد اللي ما عندوش عربية وهيركب مثلا رايح مشوار، حدث ولا حرج التاكسيات. المدرسين اللي بيدوا دروس وصلت انهم بيزودوا الحصص زي ما يكون الدرس شغال بالبنزين. يعني شوف بقى لدرجة ايه. حتى المدرسين اهو
بيدوا درس ملوش علاقه بالبنزين، يقول لك لا طب هو انا مش جاي الدرس ده والحصه دي بعربيتي وبفولها بنزين؟ يبقى احنا كده ايه؟ دواء، اكل، شرب، الشاي، البن، مفيش حاجه الا ونزلت تصب في مصلحه المواطن المصري. كل زياده دكتور مصطفى مدبولي بيرفعها بالبنزين، معنى السولار يزيد والبنزين يزيد، كل حاجه نار 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 نار. مين يحس بينا؟ مين هيتكلم؟ مين في الاعلام هيطلع ويقول ان المفروض الاعلام اللي بيتكلم باسم الشعب المصري، او بلاش الاعلام، خلينا في مجلس الشعب، اللي نواب مجلس الشعب اللي الناس بتشير لهم بوستات ويقول لك ده يا سلام انسان كويس وده انسان مش. طب فين مجلس الشعب من زياده البنزين؟ ما قالوش لا من المفروض زياده البنزين يقرها مجلس الشعب، يقول لا يتكلم باسمنا. الاعلام يتكلم باسمنا ويقول لا حرام ما تزودش على الناس. البنزين زاد للمره ال20، البنزين زاد للمره ال20، السلعه زادت للمره المليون، اللحمه زادت للمره المليون، الادويه اضعاف اضعاف، الاكل والشرب اضعاف اضعاف. قيس حدث ولا حرج في كل حاجة أضعاف أضعاف. النهاية عايزين رقابة على الأسواق، عايزين رقابة على المحلات، لأنه انتوا سايبيننا مننا للتجار. كل واحد بقى يقطع في التاني، نعمل حرب أهلية؟ ولا لازم رقابة على الحاجات دي عشان نشوف الزيادة بنسبة ايه وندي للناس ايه ونعمل ايه للناس؟ فين الإعلام؟ فينك يا أحمد يا موسى يا مخبر يا معرض من زيادة البنزين؟ فينك يا نشأة يديه اللي هتطلع تقول لنا ده في مصلحة المواطن وتقنعني ان زيادة البنزين لمصلحتي؟ اللي هو ازاي؟ مين بيودي فين؟ مش عارفة. يعني ان اللحمه تبقى ب500 جنيه ده لمصلحتي، ان الادويه لمن استطاع اليه سبيلا لمصلحتي، الفاكهه لمن استطاع اليه سبيلا ده بتصب في مصلحتي، البنزين يزيد ل20 مره للمره المليون وهو عالميا بينزل. يعني عالميا في كل الدول البنزين ينزل لكن احنا بنعلى. حدث ولا حرج؟ لا ده لمصلحتك. فين الاعلام المصري اللي بيتحدث باسم الشعب المصري؟ اسمه الإعلام المصري، يتحدث باسم الشعب المصري ويقول كفاية كفاية كفاية. شيروا الفيديو، قولوا لي رأيكم في التعليقات، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا، حاجة تحرق الدم. السلام.